من يدخلوا النار النساء. شوف الآن كلمة هذه لازم نقولوها كلمة مليحة، ماناش نغزلوا في نساء. كي نقولوها ماناش نغزلوا في نساء، وماشي معناتها النساء راح يدخلوا النار بهذه الطريقة اللي يفهموا فيها الناس. وهذه الكلمة هذه راهم ياخذوها جماعة، هذو جماعة النسوية هذوما، وياخذوها بطريقة ماذا؟ بطريقة، شوفوا الدين هذا شتو هاليك النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة صغيرة، طفلة صغيرة، وهذا كذا وهذا وفيه شذوذ فيه كذا، حاشاه عليه الصلاة والسلام عن هذا الكلام الذي يقولونه. ومن بعد النساء، المرأة في الإسلام تضرب، دائما وش يديروا هما؟ يجيبوا أفعال العصاة المتمردين عن الإسلام من المسلمين، يجيبوا أفعالهم وينسبوها للإسلام. دوك أنت كي تجيب لي ناس مسلمين راهم يتصرفوا تصرف خاطئ وتقول هذا هو الإسلام باش تشوه لي الإسلام، لا أنا الإسلام أروح أحكي لي عليه واش قال لي هو، أروح نعطي لك الكرامة اللي كرم ربي عز وجل بها الأنثى عموما، ماشي غير المرأة برك، الأنثى عموما. يعني تشوف كرمها أما، كرمها أختا، كرمها زوجة، كرمها جدة، كرمها من كل النواحي، من كل النواحي، ماديا، في عرضها، في نسبها، في كل شيء كرمها، واعطاها جزاء كبير على عمل صغير. قالها انت ديري غير هذه وهذه 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 راكي في الجنه، ما كان له ما تروحيش، ما عندكش ما تروحيش، هذه ما ديريهاش، ما كان له ما تتعبيش روحك كاع في هذه الامور هذه، ديري غير هذه راكي ما شاء الله في الجنه، ما تتعبيش. فعاملها الله تعالى بهذا الامر هذا. ولهذا الان لما قال النبي عليه الصلاه والسلام: واريت النار فلم ارى منظرا كاليوم قط افظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: يا بما يا رسول الله على أكثر أهلها النساء؟ شوف الآن، رأيت كنا أكثر أهل النار، ورأيت أكثر النساء في النار. شو النسبة من النسبة؟ يعني زوج نسبات ماشي نفس المعنى. يعني هنايا وعلاه هذا الكلام هذا؟ لأن غالبا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: تكفرنا. قالوا: يكفرنا بالله؟ قال: لا، يكفرنا العشير. وش معنى العشير؟ الإحسان، الزوج الذي يحسن. هذه الصورة دوك لو كانت تسمعها أي مرة وش تقول لك بصح كاين رجال والله ما يسواوها، وكاين رجال كذا وكذا. لا لازمنا نفهموا مليح، ماشي كاين رجال ما يسواوش، كاين بزاف رجال ما يسواوش، اللي يضرب مرته، اللي يضربها، اللي يسبها، اللي يتخلى على المسؤولية، اللي بزاف ماشي قليل. فالآن هنا ماناش نتكلموا انتم نساء وحنا رجال، ماناش نتكلموا بهذه الطريقة أبدا، ديننا ما يتكلمش بهذه الطريقة. نحن شقائق النساء شقائق الرجال، يعني أي كلمة تخاطب الرجل تخاطب المرأة، وأي كلمة تخاطب المرأة تخاطب الرجل. علاش خلقونا هذه ثقافة الصراع؟ علاش داروا لنا ثقافة الصراع؟ علاش ولات المرأة دائما تحس روحها، داروا لها نفسية النقصان، دائما تحس روحها عندها خلفية، دائما تحس روحها باللي ناقصة، تحس روحها باللي الإسلام هو اللي قال عليها باللي ناقصة، والإسلام هو اللي دائما داير لها حقرها الإسلام. ودائما الاسلام هو الحجره الكبيره كاع في الاسلام، هو اللي حجرت المراه. ومع الاخر جا الاسلام هذا وقال لها انت اكثر اهل النار، قالها اكثر اهل النار. وش معناتها اكثر اهل النار؟ يعني الطبيعه الموجوده في نفسيتها تحتاج الى مجاهده. يعني ردي بالك راكي فيكي واحد الغلطه، هذيك هي الباب الكبير اللي يجي منه الشيطان، هذا ما كان. وكثير من النساء حيوقعوا في هذه الغلطه. وش هي الغلطه هذه؟ تسخط تلك الرؤية، لأن البهرجة الطبيعة النسوية تحب هذيك البهرجة، تحب هذيك الحياة يعني بطريقة معينة، فإذا بها ربما بمجرد ما يساء إليها تنسى جميع الخير. ولهذا احنا كم من مرة شحال من امرأة هكذايا يعني تكون زعفانة وكذا، نقولها ذكري لنا زوجك كذا مليح، ناس ملاح لاباس، لا تقول لك ما شاء الله موالفي يدير هذه لاباس، سما صرا غير الغلطه هذه. شحال غلط من المره هذه خطره. واش دار لك؟ قال لك هذيك الكلمه خلاص سما. ومن بعد دائما هكذا كل يوم هو هكذا، لا ماشي كل يوم، ما شاء الله عنده 12 سنه هو مليح، 15 سنه هو لاباس، سوا دوك غلط هذيك الغلطه ولا كاع ماشي مليح. نفس الشيء هذه موجوده في الرجال ثاني، موجوده في كثير من الرجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كره منها خلقا رضي منها آخر. وربي قالنا في زوج ولا تنسوا الفضل بينكم. لذلك الآن ممنوع لنا هذاك الخطاب هذاك انتم الذكور وانتم الإناث وانتم نساء وانتم رجال وانتم كذا، ممنوع، ما يدخلوناش في هذا الأمر هذا. لأن ثقافة الصراع اليوم راهي موجودة الآن كمخطط تضرب به أمة الإسلام.
يخلق لك صراع في أي فئتين يقدر يدخل. دوك الآن نعطيكم مثال، ودخلوا بحثوا وقولوا لي لا عندي الحق ولا ما عنديش الحق. اليوم كثير من المؤثرين ممن يتبعهم من يسمون أنفسهم اليوم بجيل زاد، الجيل اللي هو جاي هذايا، وبعد كاين موراه جيل الفا اجيال. شوف مش التسميات هذوما، هي تقسيمات، هي تقسيم. احنا عندنا واش عندنا؟ ولما بلغ اشده وبلغ 40 سنه، هذا شكون هذا؟ هذا الجيل المتوسط. هذا الجيل المتوسط هو اللي راح يخدم كما يقولوا الكورديناتور، هو المنسق ما بين الجيل اللي راهو جاي والجيل اللي راهو رايح. هو اللي يدير الباساسيون تاع الاجيال. الجيل تاع الربعينات هذو ما يفهم 40 سنه وكذا، رزين فهم الدنيا وفهم باللي كان يضحك على روحه في الايامات اللي فاتوا، وفهم باللي لازم يوجد روحه في الايامات اللي جايين، وفهم باللي كان الناس اللي كان يضحك عليهم اللي راهم رايحين خير منه وفاهمين الدنيا خير منه، الناس الكبار. وفهم باللي اللي راهم جايين يحتاجوا الى رعايه وعنايه. فقال لما بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، الجيل اللي راهو رايح، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، الجيل اللي راهو جاي. فكاين تناسق بين الأجيال حنا عندنا في ديننا. كاين يا بني يا بني يا بني، وكاين يا أبتي يا أبتي يا أبتي، كاين هذه حنا في ديننا. دوكا واش كاين؟ كاين كثير من المؤثرين المؤثرات، كاين كثير من المحتويات الموجوده في وسائل التواصل الاجتماعي اليوم. يقول لك باباك يكون زعفان يحب يفرغ زعفه فيك، يماك تقول كذا. خلقوا لهم الان التربيه تاع الاباء بانها ضغط ماشي تربيه، ولا يكره والديه لانهم هما راهم ضد التيار تاعو. شغل انا التليفون اللعبه انت نهار كامل تعس فيا، نهار كامل تعس فيا، تبع فيا انا الماء والضوء، طفي الضوء تبع فيا، شغل لو تجيني فيا ومن بعد يخرج برا يحكي شغل هكذا ويقلق فيا. مش يقلق فيك، هو الان ما يكرهكش، هو الان دير مليح بالك باللي هو ماكش تجيني فيه كاع، انت يحبك. هو الان كيقول لك قرا يجيني فيا، نوضني صباح او يجيني فيا. تسمى كل حاجه هما يعلموهم باللي شوف باباك يماك يبداو ما يلقى ما يدير، باباك نهار يكون روترات، باباك نهار كذا، يماك نهار ما كذا، يماك تشوفك ما كدير والو، لازم تخلق لك شغل. هما خلقوا لهم هذه يسموها ثقافه صراع ما بين الاباء والامهات وولادهم. ولا الان الابن ما يتقبلش من باباه ويماه، وقادر يتقبل من عند مؤثر في الصفحات اللي يتبع فيها. خلقوا صراعات ما بين الذكر والانثى، ما بين الرجل والمراه، رجل وزوجته، تكامليه الحياه. انت ما نقدرش انا نعيش بلا بك وانت ما تقدرش تعيش بلا بيا. طبيعتي خلقني ربي اني انا افتقر الى امراه، وطبيعه المراه خلقها تفتقر الى زوجها. يعني احنا نتكاملوا. اسكن انت وزوجك الجنه، السكون لا يكون الا بين احنا اثنين، فهذا لازم يكون تكامل. هما خلقوا بيناتنا الصراع، الازواج فيهم كذا، واللي يتزوج مصيبه ومسؤوليه وكذا، صار الصراع. صار الصراع ما بين من؟ صار الصراع ما بين جميع انواع الناس، ما بين اهل الدين وغيرهم، ما بين المصلي والامام، ما بين هذا وهذا، ما بين هذا وهذا، البراني والدخلاني، وليد البلاد وماشي وليد البلاد، والشرق والغرب والجنوب والشمال، كاع صراعات. وين يلقى يغرس حتى غرسوها لنا وين تعرفوا؟ بين صحاب اللي يجي واللور. لحقونا حتى اللي يجي واللور، تدخل تلقى الصفحات يتضربوا في طريق الشرق غرب نهار كامل، وما في الصفحات يتضربوا. جماعه اللور انتم فيكم، الاخر جماعه اللي يجي انتم فيكم. الان تصور وين يلقى لك ثغره يدخل، وين يلقى يدخل لك. لماذا؟ لان هذه الثقافه تاع التفريق هي الثقافه السائده والتي يستطيع ان يسود بها كما يشاء يفعل. وهذه من بين ذلك ان يستغلوا هذا الموضوع. كلما قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت اكثر اهلها النساء، اكثر اهل النار النساء. هذا ان شاء الله عز وجل اخواني الكرام نكملوه ونفصلوه مليح المره الجايه باش نحيو عليه ذلك الالتباس الذي يقع عند كثير من الناس، وانهم ياخذون هذا النص ويضربون به الاسلام. نسال الله السلامه والعافيه، والحمد لله رب العالمين.